ما حكم لبس الحذاء لأن فيها خياط والسير سير الساعة، هل يعد هذا من المخيط؟ ليس المقصود بالمخيط سواء كان لباسا أو حذاء ما كان مخيطا، وإنما المقصود بالمخيط هو ما كان مفصلا على البدن. فمثلا القميص الذي يصنع من الصوف أو القطن وليس إلا قطعة واحدة، فهذا ليس مخيطا ولكنه يكسو الجسم فلا يجوز ولو لم يكن فيه خيط. كذلك مثلا القفازين ما يجوز للمرأة أن تلبسهما ولو لم يكن فيه خياطة. هناك قفازات مثلا قطعة واحدة من بلاستيك، فليس المقصود إذن بالمخيط هو المعنى المتبادر للذهن، وإنما المقصود به الثوب المفصل على العضو أو على الجسم. وعلى ذلك الحذاء النعل لا يمكن أن يكون عادة إلا أن يكون مخيطا، فلا يتبادرن إلى الذهن أن هذا هو المنهي عنه بالنسبة للمحرم، لا سيما وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يلبس المحرم الخفين، فإن لم يجد الخفين فليقطعهما حتى يصير كالنعلين. ولا شك أن الخفين يكونان عادة مخيطة من أسفل، فلا يضر هذه الخياطة سواء كان في القميص أو في الإزار. لو فرضنا إزارا من قطعتين وإحداهما متصلة بالأخرى فهذا مخيط، لكنه ليس منهيا عنه لأنه ليس مفصلا تفصيلا على الجسم.